مفيش قدامهم سكة تانية يا حسن. نظريا انا معاك يا محسن، لكن عمليا في متغيرات. حتى لو كان اليهود هم اللي مدبرين اللي عملوه، مفيش قدامهم غير انهم يحموا رأفت ويحتضنوه. ايوه، لكن لحد امتى ولحد فين؟ ده متوقف عليه هو، رغم انه اثبت في كل المراحل انه اكفأ من كل تصور. انت مش قلت لي انه كان هيقول لظابط المباحث كل حاجه لما طلب منه انه ياكل الاكل كله؟ فعلا هو قال كده. طيب ده مش قادر انك تحترس؟ هو انا كنت هناقشه في الكلام ده. وما ناقشتوش ليه؟ اصلي لقيته بيعدي على الموضوع على انه نكته، فحبيت اسيبه ينكت. انت هتصارحه بالحقيقه امتى؟ بعد ما يقابله الخواجه صروف ويقبله. انت بتقول خواجه صروف؟ اكيد سمعت عنه. واشمعنى يعني صروف؟ حد طاير يشتغل مع صروف؟ الله، طب ما انا بقالي كذا شهر بشتغل في السوق، ما فكرتش يعني تبعت لي ليه؟ اشمعنى دلوقتي؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ حكايه ايه يا خواجه موريس؟ خواجه صروف ده ما يا تقوليش حبيبي. الخواجه صروف ده يا حبيبي والخواجه صروف ده يا حبيبي. الخواجه صروف ده انا اعرفه اكتر منك. تعرفه منين؟ لكن انت ما قلتليش. وانت ما ردتش على سؤالي. اخبار الفلوس ايه اللي انا خرجتها لك لايطاليا؟ وصلت ولا لسه؟ وصلت. طب مش طمنا يا سوسو؟ هتروح وكاله الخواجه صروف امتى؟ لا بلاش صروف دلوقتي. قصدي اقول لك يعني بلاش الناس الكبار دول لحد ما اشد حيلي وابقى قد التعامل معاهم. غريبه. ايه اللي غريبه يا سوسو؟ انت مش عاوز تشوف الخواجه صروف ليه؟ وبعدين قال له ايه؟ صمم على موقفه وقال انه ما يحبش يشتغل مع حد وهو حس انه اضعف منه. ده طلع لابوه بقى. افندم يا خواجه؟ لا مفيش. وقال له ايه كمان؟ قال انه مش عايز يشتغل معاك انت بالذات الا لما اسمه يبقى كبير قوي في السوق، وده عشان لما عشان ايه؟ على فكره انا بفكر ان انا اقول له. انت ما تقولوش حاجه خالص. عايز اشوف رد الفعل عليه. انا اللي اشوف رد الفعل مش انت. على العموم هو قال لسوسو ان هو هيفكر. يفكر في ايه؟ يعني في انه قول لموريس يحط العقده في المنشار ويجيبه هنا. الجدع ده لازم يجي هنا. ده بيخرج الفلوس من مصر بنفس الاسلوب والطريقه اللي كان بيستعملها جون دارلينج. محدش كان بيلعب اللعب ده الا جون دارلينج يا عزرا. طيب مش جايز يكون ده طعم؟ جايز. والعمل؟ الاسلوب اللي بيستعمله بيقول انه ياكوف بنيامين حنانيا. بنيامين كان كده بالظبط. لما فتحت الوكالة فض الشركة معايا وفضل انه يسرح ببقى على كتفه. عارف ليه؟ ليه يا خواجه؟ لانه قال لي ان نصيبي في الوكالة هيبقى اكبر من نصيبه، وهو ما يحبش يشارك حد اكبر منه. ايوه بس اياميها كان ياكوف ابن 10 سنين ايام ما خرجوا من مصر. العرق يمد للسابع كده. عارف يا عزرا يعني ايه السابع كده؟ عشان كده ما جاليش اول ما وصل مصر. طيب انا عايز افهم بقى دلوقتي، هو يطلع مين؟ جون دارلينج ولا ياكوف بنيامين حنانيا؟ ده اللي انا عايز اعرفه النهارده قبل بكره. ودلوقتي قبل الفاس ما تقع في الراس ونقع في حزبيس. على اي حال انا هخلي سوسو يخليه يجي الوكاله هنا باي شكل. ما يجيش الا بعد الظهر. اشمعنى بعد الظهر يعني؟ عشان انت اللي هتقابله، محدش غيرك اللي هيقابله، عشان يتفاهم معاه ويتفق معاه. اتفق معاه؟ ايوه. الله، مش انت اللي بتقول انك انت اللي عايز تشوفه؟ مش من اول مره يا عزم. ده هتتعلم امتى؟ لازم الاول يدخل الوكاله برجليه. وهتديله شغل؟ المهم انك ما تجيبلوش سيره انك تعرف اسمه الحقيقي. مفهوم طبعا.
وتنبه على موريس ما يجيبلوش سيرة بحكاية الاسم كمان. ايوه بس المفروض ان ابراهيم يقول لاخوه. والمفروض كمان ان لو الشاب ده طلع ياكوف بنيامين حنانيا وانه غير اسمه علشان يهرب من الانجليز على حدود ليبيا، يبقى لازم نحميه ونخبي اسمه، وهو كمان لازم يحس بكده. فهمت يا عزرا؟ ويا ويله، يا ويله لو ما طلعش ياكوف. وايه اللي يخلي ابراهيم يعمل كده؟ ما اعرفش يا فندم، يمكن لانه بيحبني او لانه متحمس لي قوي. على العموم انا بعد كده ما شفتوش لوحده ابدا. رحت وكالة صاروف؟ رحت تاني يوم وسوسو ليفي قاعد يتحايل عليا ويقول لي ان ده رزق واني لازم اشتغل ولازم اكسب. ورحت وقابلت هناك واحد اسمه عزرا. عزرا ايه؟ ما اعرفش وما حبيتش كمان اساله. اتفضل. اول ما وصلت اخدني عم عبد الرحيم اللي بيشتغل عند صاروف على جوه الوكاله ودخلني اوضه كان فيها عزرا لوحده. شكله ايه؟ هو ربع شويه، متوسط الطول، شعره كده قصير قوي ووشه زي ما يكون مربع. لابس نظارة طبية؟ هو ما كانش لابس نظاره لما انا دخلت. يعني ايه؟ يعني النضاره كانت محطوطه على المكتب، ويظهر انه لما انا شفتها هو اخد باله، ويظهر كمان انه ما كانش عاوزني اعرف انه بيلبس نضاره طبيه. اسمه عزرا بنيامين، موظف في بنك كريدي ليوني وبيشتغل عند الصاروف في الوكالة بعد الظهر، وله نشاط واضح في تهريب أموال اليهود من مصر، إما عن طريق البنك أو بطرق تانية مختلفة. لكن المؤكد إنه حريص جدا وصعب تثبت عليه أي حاجة. مش ده اللي هممني يا محسن بيه. أنت قلقان؟ مش عارف، انما انا حسيت من اسلوب ابراهيم سولومون وهو بيقول لي ان صاروف عاوز يشوفني ان الراجل ده محضر لي حاجه. عزرا ما قالكش إن صاروف عايز يشوفك؟ اطلاقا، ما جابش السيره دي خالص. وكل اللي قاله الخواجه سوسو اتكلم عنك كويس قوي يا مسيو ليفي. ده من ذوقه بس. تعرف طبعا الوكالة عندنا هنا وبالذات الخواجه صاروف سمعتنا في السوق زي الذهب. طبعا الخواجه صاروف على العموم يعني اسمه مش شويه في البلد. عشان كده هو بيفكر انه يجربك في كام عملية كده. قمت ليه؟ قول الخواجه صاروف ان اسمه وسمعته وسمعه وكالته على راسي من فوق، انما انا ما حدش يجربني يا حبيبي. عاوزني اشتغل معاه اهلا وسهلا، مش عاوزني هو حر. ايوه اقعد نتفاهم. مش بعد كل اللي عملناه وشفناه وعرضنا حياتنا للخطر واهالينا دخلوا المعسكرات وتعذبوا واتقتلوا هنيجي هنا عشان تجربونا؟ سعيدة يا سيد عزرا. تعالى بس، رايح فين؟ ولعلمك بقى انا عاوزك تبلغ الخواجه صاروف شخصيا ان انا مش عاوز اشتغل معاه من اصله. وإيه اللي خلاك تعمل كده؟ الله، مش ساعتك اللي قلت لي يتصرف كبطل؟ 10 على 10 يا ليفي. تفتكر سعادتك ان الخواجه صاروف هيطلبني تاني؟ 1,000,000%. وايه بقى اللي يخلي سعادتك متاكد من حاجه زي كده؟ الله، انت عايز تعرف كل حاجة مرة واحدة؟ اعرف؟ هو انا اعرف حاجه خالص؟ متوتر؟ جدا. ليه؟ لاني متاكد زي ما حضرتك متاكد كده ان الخواجه صاروف هيطلب يشوفني. وايه اللي مخليك خايف من المقابلة دي؟ حضرتك عايز تعرف؟ أكيد. مش عارف، انما هو مجرد احساس. إحساس؟ احساس ان المقابله دي زي ما تكون سفريه. سفرية؟ سفريه
غيبة، حاجة زي كده. مش عارف يا محسن بيه. قال له انه جون دارلينج قدامك. قدام. وانت تفتكر انه جون دارلينج فعلا؟ لا ما اعتقدش. امال يطلع مين؟ مش مهم يطلع مين، المهم هو بيعمل ايه. مش على حكايه القرشين اللي خرجهم لكم؟ لا. امال في ايه تاني؟ رفض يشتغل مع الخواجه صروف. ايه؟ انت بتقول ايه؟ معقولة؟ هو ده اللي حصل فعلا. طب ليه؟ مسيو عزرا حب يتمنظر عليه حبتين، راح ليفي سايب له المكتب وقايم. وصروف عمل ايه؟ سود عيشته. وعزرا جاني قال لي تطلع تنزل تجيب لي ليفو كهين من تحت الارض. طب ما تروح له. اروح له فين؟ في بيته طبعا. هو فين بيته ده؟ محدش يعرف هو ساكن فين لحد دلوقتي. لكن قول لي يا ابراهيم بصراحه كده، ليفي كوهين خرج لكم كام؟ مش كتير، 50,000 بس. وخرجوا؟ واخد نسبته. انت مش شايف ان النسبة دي كبيرة شوية؟ والله اللي عاوز. عن اذنكم. اهلا يا ليفي. ازيك يا ابراهيم؟ انت فين يا اخي؟ اللي اقول يا ليفي، انت ساكن فين؟ ليه؟ الا ليه؟ عشان لما نعوزك نقدر نلاقاك. انت لما تعوزني برضه هتلاقيني في البيت. انا بقالي اكتر من ساعتين وانا مستنيك. خير. الخواجه صروف عايز يشوفك ضروري. قلت ايه؟ انت عرفت باللي حصل؟ عرفته، والخواجه صاروف كمان عرفه. بس بلاش تركب دماغ غليفي، الراجل زعل جدا من عزرا، وبعدين ده راجل كبير وممكن ينفعك في حاجات كتير. انا اللي هينفعني من الصروف. انت مش بتقول انه كان شريك المرحوم والدك؟ ولسه في مقام والدي. خلاص يبقى ايه اللي فاضل بقى؟ طب انا هروح لصروف، بس بشرط. ايه هو؟ عزرا لازم يعتذر لي. اتفضل يا مستر ليفي، اتفضل اتفضل. اتفضل يا مستر ليفي. اهلا مسيو ليفي، اهلا. ايه الحكايه يا مسيو ليفي، انت لسه زعلان مني ولا ايه؟ انت رايك ايه؟ انا اسف قوي يا مسيو ليفي، اللي ما يعرفك يجهلك. اتفضل. هتقابل خواجه صاروف. اتفضل يا مسيو ليفي، اتفضل. تعالى يا كوف، ادخل. لا، اقعد على الكرسي ده عشان اشوفك كويس. تميم، انت لسه مناديني باسمي يا خواجه؟ وانا كان لازم ابقى متاكد ان الرساله هتوصلك. رسالة ايه؟ اسمي. ماله اسمك؟ وانا كان لازم ابقى متاكد ان لما اقول لابراهيم على اسمي اكيد ابراهيم هيقول لاخوه، وان اخوه هيحاول يوصل لك الاسم ده باي شكل، والا بقى كده تبقوا بتلعبوا. انت ما جيتليش من الاول ليه؟
ما هو اكيد عزرا قال لك. طب احكي لي ايه اللي حصل لكم في المغرب؟ الو. ايوه خير يا مدحت. ليفي دخل عند الخواجه صاروف يا فندم. اكيد يا مدحت. اكيد يا فندم. من قد ايه؟ حوالي ربع ساعه. ربع ساعه كويس. اي اوامر تانية؟ اما يطلع يبقى اديني خبر على طول. مع السلامه. هاتي ما عندك. رأفت دخل لصروف. ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ من ربع ساعه. يعني قعد معاه ربع ساعه؟ يعني دخل من ربع ساعه ولسه ما خرجش لحد دلوقتي. انت متاكد يا محسن؟ مدحت متاكد. لا انت كويس يا محسن. انا عملت كل اللي قدرت عليه. تفتكر هينجح؟ انت ايه رايك؟ انت اللي تقدر تقول. انا واثق من رأفت كويس. صروف يعرف بنيامين حنانيا وعيلته كويس قوي. احنا جبنا له كل حاجه عن بنيامين حنانيا وعيلته. جبنا له كل حاجه من تجار الموسكي والجيران والفلاحين. جبنا له طريقه الكلام وطريقه المشي واسلوب التعامل ولون البدله كمان. جبنا له كل حاجه عن مراته، اسامي الجيران ونوادرها معاهم، حتى لو فستان الخروج بتاعها جبناه. يبقى اكيد هيعملها. تفتكر؟ انت اللي تقدر تقول يا محسن. وكل حاجه انا اللي اقدر اقول يا حسن. الله، ما انت معايا يا اخي من الاول خطوه بخطوه. الله، طب وانت عصبي كده؟ انا مش عصبي يا اخي، انت هتعصبني بالعافيه. خلاص تفتكر هيقعد معاه قد ايه؟ الله اعلم. بس خبر ايه مال؟ انا مستني تليفون من مدحت اول ما رفض يخرج من عند الراجل على طول. هو انا هفضل قاعد مستني الخواجه لامتى؟ دقايق يا معلم. تشرب شاي؟ انت نسيت؟ ما انا لسه شاربه. اشرب تاني. دي ما تبقاش وكالة الخواجه صروف بقى يا شالوم. حلو. لا حلو. يا عم عبد الرحيم. نعم مين؟ قول لي الواد عبده السواق يجيب لي علبه دخان من العربيه. حاضر. الا قول لي مين اللي عند الخواجه جوه؟ واحد سمسار غلبان. سمسار ولا زبون يا شالوم؟ وانا هكذب عليك برضه يا معلم. انا جاي من كفر الشيخ مخصوص لاجل البضاعه دي يا شالوم، مش عايز حد يلهفها مني. ما انا قلت لك على اللي فيها. ما هو اللي فيها ده بره الاصول حبتين. انت جيت يا عبده؟ علبه الدخان اهي. عديت على العطار؟ حصل. وقلت له على المطلوب؟ قلت له. هيجهز امتى؟ قال لي بعد ساعه. عدى منها قد ايه؟ نصها. وطلبات البيت جاهزه. ما نسيتش منها حاجه؟ ابقى شوفها بنفسك بقى يا معلم. طب خليك قريب مني هنا. طب والعربيه؟ انت مش مسجورها؟ ايوه يا معلم بس بس ايه يا عبده؟ انت مش شربت كرسي الدخان بتاعك؟ ايوه بس اصل لا اصل ولا فصل. خليك جنبي هنا يمكن احتاج لك. حاضر يا معلم، ماشي كلامك. قول لي بقى وخليك جدع يا شالوم. تاني؟ ما انا قلت لك يا معلم. انا قلت لابوك يفضل هنا احسن له، ما سمعش كلام. وهو دفع الثمن يا خواجه. وانت نويت على ايه يا ياكوف؟ في ايه يا خواجه صروف؟ هتسمع كلام؟ مش بس لما اعرفه الاول؟ انا قلت كده برضه. مالك؟ انت طلع دماغك ناشفه زي. تعوز مني ايه بالظبط يا خواجه صروف؟ عايزك تخلي بالك من نفسك يا حبيبي. باني اسمع كلامك؟ بانك تحرص على نفسك وتفتح عينيك من المصريين. المصريين مش مشكله. مش عايزك تعمل زي اللي راحوا فطيس. فطيس؟ انا نبهتهم قبل ما يحرقوا مكاتب الاستعلامات الامريكان. قلت لهم يحرصوا ويفتحوا عينيهم. قالوا زي ما انت بتقول كده، المصريين مش مهمين، المصريين اغبياء، المصريين ما بيفهموش حاجه، لغايه ما راحوا كله. ايوه هم راحوا صحيح، بس ما راحوش فطيس.
ايه يا كوف؟ عاوز اقول لك خواجه صاروف ان اللي بيعمل حاجه لازم يحسب لها الوحش قبل كويس. ده كلام ابوك مش كلام. انت عاوزني اخلي بالي على نفسي ازاي يعني؟ انك تستخبى. واكل منين؟ مالكش دعوه بالاكل. كنت جيت لك من الاول. هو انت الفلوس اللي بتخرجها بره مش بتاخد عليها نسبه؟ وهي فين الفلوس دي يا خواجه؟ هتجيلك. وانا مستخبي ما ينفعش. ليه؟ الفلوس هتتمسك. مش مهم الفلوس تتمسك، المهم انت ما تتمسكش يا حبيبي. معقوله؟ بقاله 45 دقيقة. تفتكر الراجل يكون شك فيها يا محسن؟ أو اطمن له أوي. تفتكر يا محسن؟ دلوقتي نعرف. ايوه بس ازاي؟ لما قابل رأفت. انت هتقابله امتى؟ الليلة الساعة 10. ولو كانت المقابله ناجحه؟ هصارح رأفت بالحقيقة. شارع تصل من فضلك. ايه مالك واقف عندك ليه؟ غريبة. وايه اللي غريبة؟ ساعتك يعني سايب التاكسي واقف قدام باب البيت. ودي فيها ايه؟ ايه اللي فيها ايه؟ مش يمكن يعني القعدة تطول؟ ما تطول. ايه ما تطول؟ هو في برضه تاكسي بيقف 3-4 ساعات؟ لا ما يهمكش. طب افهم بقى. اصل بعد 5 دقايق بالظبط التاكسي هيكون مشي وعربيتي وقفت مطرحها. والله العظيم. تقرير اهو. في كل حاجة؟ كل حاجة. وفوق كده بقى اقدر اقول لسعادتك بقى ان انا جاهز من النهارده. جاهز؟ جاهز ليه؟ جاهز اجيب لسعادتك اخبار اليهود اللي في مصر واحد واحد. اشمعنى؟ انا النهارده قابلت الخواجه صاروف ولسه جاي من عنده. ما انا عارف. ما انا عارف انك عارف، بس اللي انا متاكد منه بقى ان سعادتك ما تعرفش ايه هو اللي قالهولي. ما انت هتقولهولي. اللي قاله واللي عمله واللي اتخانق معايا علشانه واللي ألح عليا فيه إلحاح شديد جدا هيخليني من النهارده اقدر ادخل بيوت اليهود اللي في مصر بيت بيت، وادخل البيت اللي اختاره والبيت اللي يعجبني، وابات كل ليله في حته واعرف كل الناس مش ده برضه اللي سعادتك عايزه مني؟ لا لا انا مش عايز منك اخبار اليهود اللي في مصر. مش فاهم. عايز منك اخبار اليهود اللي في اسرائيل يا رأفت. ياه اخيرا ناديتني وقلت لي يا رأفت. اخبار اليهود فين؟ في اسرائيل. وهو ما قالش هيجي امتى؟ ما قالش حاجه خالص. ما انا قلت لك يا ابراهيم مش هو اللي كلمني الخواجه صاروف.
انا مش فاهم الراجل ده جراله ايه. اهدى شويه يا عزرا. تصدق انت يا موريس الخواجه صروف يقابل واحد لاول مره ويعمل معاه كده؟ لانه عرفه واتعرف عليه. ده ما عملش كده مع جون دارلينج. لان جون دارلينج ما كانش في يوم من الايام في مقام ابنه. انت كمان، هو كل واحد هيقول حاجه هنصدقه؟ اكيد الخواجه صروف في دماغه حاجه. زي ايه يعني؟ زي انه يكون بيركيله الحبل لحد ما يعرف ايه حكايته. انا لو في مكانه كنت عملت كده. يا حبيبي ده لغايه دلوقتي اقدر اعرف انت تعبان قوي كده ليه يا عزرا؟ يعني ما انتش عارفه ليه يا ساره؟ لا. انت بتغير يا عزرا؟ يعني المساله مش مساله غيره ولا حاجه. امال مساله ايه يا حبيبي؟ انا عايز اعرف لازمتها ايه انه يبات معاك الليله هنا. وما سالتش ليه الخواجه صروف؟ يا جماعه من غير ما يسال الخواجه صروف. الحكايه ببساطه شديده ان الاخبار اللي عندنا ان جماعه بتوع الثوره ناويين يلموا شويه مننا اليومين دول. فاذا بات ليفي كوهيل في بيته ممكن يطبوا عليه ويمسكوه. بيته؟ وهو فين بيته؟ في حد مننا يعرف بيته؟ انت يا ابراهيم تعرف بيته؟ انت ما بقتش تنفع. شغلتنا دي مش عايزه ناس اعصابها فلته. يبات معاك لوحده هنا ليه؟ لاننا معروفين في الحته. ساره عايشه لوحدها من يوم ابوها وامها ما سافروا، واحنا بندخل ونخرج على اننا قرايبها، ومحدش عمره جالها لوحده خصوصا بالنهار. لكن هو لما يخرج في اي وقت محدش هيعرف انه كان بايت مع ساره. لا انا مش مطمن، مش مستريح. انت خايف عليا يا عزرا؟ معلوم يا ساره، معلوم. اخاف عليكي قوي يا حياتي. خلاص يا حبيبي، نفسخ الخطوبه ونريح نفسنا. شوف يا عزرا، اللي اوله شرط اخره نور زي المصريين ما بيقولوا. وانا من الاول قلت لك اني بشتغل في المنظمه دي وهفضل اشتغل فيها، وهعمل اي حاجه تطلبها مني مهما كانت. فاهم؟ مهما كانت. مهما كانت يعني ايه دي بقى؟ مش بعيد لو دورنا على اصلك هنلاقي فيك عرق مسلم. ثم الساعه بقت 10:30، ما جاش لغايه دلوقتي ليه؟ لازم راح استنبيله زي عوايده. يبقى مجنون. ومين قالك بقى ان هو عاقل؟ الخواجه صروف، الخواجه صروف قايل. ومين قال لك انه هيسمع كلام الخواجه صروف؟ انا هنزل اشوف استنبيله. لا استنى شويه، لو اتاخر ابقى انزل دور عليه. انا مش عايزك تقول على طول، عايزك تفكر كويس قوي قبل ما تاخد اي قرار. انا خدت القرار خلاص. اسمعني كويس يا رافت، احنا دلوقتي بقالنا مع بعض مدة كافية عشان كل واحد فينا يفهم التاني كويس. انا فاهمك كويس قوي يا محسن بيه. اذا فكرت ولقيت نفسك مش قادر ما يهمكش قولي، انت برضو ممكن تخدم مصر وانت فيها. مصر؟ طبعا. انت مش شايف ان الكلمة دي كبيرة عليا قوي يا محسن بيه؟ انت صحيح البلد محتاجة لك، انما في انا رقبتي سدادة يا محسن بيه. لا يا رافت، انا عايزك تفكر. انا بقول لسعادتك رقبتي سدادة يا رافت. انا ليفي كوهين يا محسن بيه، واسمي الحقيقي اللي ناداني بيه الخواجه صروف ووكاله صروف وشركاء النهارده هو يعقوب بنيامين حنانيا. انا اتعودت اني اسمعك من ساعه ما اتقابلنا لحد النهارده. ممكن بقى تسمعني المره دي؟ قول يا رافت. من يوم ما قابلتك وعرفتك وانا بتمنى اني اسمع منك انت بالذات، وانت بتقول لي يا رافت. انا مش عاوز اقول لسعادتك يعني ان انا ذكي قوي ولا حاجه، بس عاوز اقول اني دايما كنت بحس ان في حاجه غريبه وكبيره ورا كل اللي انت عملته معايا، لكن لحد هنا وتفكيري وقف. لاني ما كانش ممكن اشطح شطحه زي دي، ما كانش ممكن افكر ولا يخطر على بالي انك عاوز تبعتني اسرائيل.
من يوم ما بدأنا مشوارنا ده يا محسن بيه ولحد ما قابلت الخواجة صروف النهارده، وكل ما ادخل في حياة الناس دول واقعد معاهم واعرف اسرارهم وانا بستغرب واندهش واضرب كف على كف واسأل نفسي سؤال واحد ملوش إجابة: الناس دي بتكرهنا ليه؟ أبويا الله يرحمه كان ليه 2 صحاب، واحد مسيحي واحد يهودي، عم رزق وعم زكي، الاتنين عمامي. ما علينا. لما تيجي سعادتك دلوقتي وبعد كل اللي شفته وعرفته وتقول لي مصر عايزاك، منتظر مني ايه؟ بلاش انا، انزل الشارع دلوقتي حالا، وقول لاي واحد تقابله او تشوفه قول له مصر محتاجه لك. شوفه هيقول لك ايه. مش يمكن انت ما تقدرش؟ انا ما اقدرش. انا صحيح ثقتي فيك كبيره، لكن هنا الموقف مختلف. ولا مختلف ولا حاجه. قول لي انت عاوز مني ايه وعاوزني اعمل ايه بالظبط، وبلاش نضيع وقت. الساعه دلوقتي قربت على 11. انا عايزك ما تنفذش كلام الخواجه صروف حرفيا. طب ليه؟ انت ليك تجربتك واستقلالك، هو لازم يحس بده. اولا عشان يحترمك، ثانيا عشان يقتنع بانك ليك تجربتك. يعني دلوقتي ممكن اروح الشقه بشكل عادي؟ وستنبيلوس كمان. ستنبيلوس؟ انت مش بتصل فيها كل ليله؟ ايوه بس انا اتمسكت فيها كذا مره. وهو المطلوب؟ ايوه ما هو وهو الايه؟ المطلوب. طب واذا البوليس مسكني تاني؟ انت مش هتهرب فلوس؟ ايوه ما سعادتك عارف انت لازم هتتمسك، البوليس مش نايم. طب واذا قدرت اهرب؟ يبقى برافو عليك. يعني اهرب؟ في الحالة دي لما تخش كل ليلة بيت يبقى الأمر منطقي. اسمع يا رافت، انت دلوقتي بتخطي أول وأخطر خطوة في العملية كلها. عايزك تفتح عينك كويس كويس قوي. أي غلطة مهما كانت صغيرة هتهد العملية من أساسها. هو الجدع ده ما بيحبش يكلم حد ليه؟ يا جماعه سيبوه في حاله، اللي فيه مكفيه. ما تيجي نقعد معاه بدل ما احنا سايبينه قاعد لوحده. لو كان عايز يقعد مع اي حد كان جه وقعد معانا. ده زي ما يكون بيبعد عن الناس. انت ما سمعتش قال لي ابراهيم ايه؟ قال له كتير. لا، قال له حاجه واحده بس: ابعد عني. ده صحيح. مش عايز يجيب لحد مننا وجع القلب. لما يتمسك بقى يتمسك لوحده. بلاش تريقه على الناس، في ناس بتضحي بحياتها عشان تحمي الناس اللي زينا. ابسط حاجه ان احنا نحترم تضحياتهم دي، مش نتريق عليهم. انت ناسيه ان معايا دفتر الشيكات ب 5000 جنيه؟ بس ده مش بتاعك. ايوه بس دفتر الشيكات مكتوب باسمي. الفلوس دي بتاعت شركة امبريال للسياحة اللي سرقت مني 1500 جنيه. ليه ما ردتش الدفتر لمستر جونز؟ لانه ما طلبوش، ولانه لسه حاول ينهي الموقف معايا باي شكل وبسرعه، فنسي انه يطلب مني دفتر الشيكات. بس دي جريمة. واللي عمله معايا مستر جونز يا كي مش جريمه؟ رأفت من فضلك. انا لازم اخد حقي وزياده شويه. قلت لي اسمه ايه؟ رأفت الهجان. وده بيشتغل ايه؟ مش عارف بالظبط، بس يظهر انه وارث له قرشين وعاوز يبعزقه. ورجع لك فلوسك؟ اداني شيك مستحق الدفع بعد اسبوع. اشمعنى؟ ده اللي مش فاهمه، يظهر انه مستني تحويلات من مصر او حاجه زي كده. مش يمكن يكون انا شفت دفتر الشيكات بنفسي مكتوب عليه اسمه ورصيده في البنك 5000 جنيه. طب ما يستنى مواعيد صرف الشيكات. وانت مالك؟ يستنى ولا ما يستناش؟ انت ليك فلوسك تاخدها في ميعادك وفوقها فرق العمله، وبعدين انت اللي كسبان مش خسران يا دكتور سميح. انا خايف يكون نصاب. معقوله ده شكل نصاب؟ على ضمانتك يا باشمهندس. انت مش بتقول ان فلوس البعثه مقصره معاك شويه؟ اه. طيب يا اخي
ادي فرصه تكسب لك فيها قرشين بدل الفلوس اللي ابوك بيبعتها لك من البلد. ها قلت ايه يا دكتور؟ ماشي. ليفي انت فين؟ مالك يا ابراهيم؟ انت مش كان المفروض تيجي على العنوان اللي اداهولك الخواجه صروف؟ المفروض؟ طب ما جيتش ليه؟ لان مش المفروض ان اروح على طول. انا قلت اني جاي لكن ما قلتش حاجه امتى ولا الساعه كام. اذا كنتوا انتوا بتلعبوا فانا يا حبيبي ما بلعبش. فاهمها دي؟ انت ليه دايما تزعل مني يا ليفي؟ لانك ما بتتعلمش وما بتسمعش الكلام. بس ميسيو عزرا قال لي انا لا يهمني عزرا قال ايه ولا صروف عاوز ايه، انت فاهم؟ وبعدين عشان مصلحتك يا ابراهيم المفروض انك تبعد عني، خصوصا من دلوقتي. يعني مش لازم حد يشوفنا مع بعض، يعني غير في القهوه بس. فهمت؟ فهمت يا ليفي. دلوقتي امشي. مش روح هناك اشرب قهوتك مع الناس اللي هناك دول، سيبني لوحدي. ولو قمت ما تجيش ورايا، وانا بعد نص ساعه هتلقاني في العنوان، وهناك بقى هيبقى لي كلام تاني. قوم امشي امشي. حاضر. بقى خلينا نشوفك يا ليفي. على فين مسيو ليفي؟ القهوة. معلش يا توني، يبقى اديها لابراهيم. لا الراجل دي مش طبيعي، الراجل دي فيه حاجة يا ناس، اسألوني أنا. ابدا يا رأفت بيه، مش المقصود كده طبعا. امال ايه المقصود يا باشمهندس؟ الدكتور قصده انه يطمن. يطمن على ايه؟ على فلوس يا اخي. هو الباشمهندس لما خد الشيك لقى له رصيد في البنك ولا لا؟ بس ده كان مبلغ صغير. بس انا صرفت الفلوس كلها على داير بنز. لقيت مشاكل؟ طبعا لا. قول لصاحبك بقى يا اخي. كمان انت زعلت؟ اكيد طبعا. انا اسف يا سيدي. خلاص بقى يا رأفت بيه، الراجل اعتذر. بصراحه اصل الفلوس اللي معاه دي لسه واصله له من البلد، وانت عارف ان فلوس البعثات دي يا دوبك على قد المعيشه. معاك كام؟ كل اللي حلت 500 جنيه. بس انت مش هتصرف قبل 10 ايام. اوكي، وهو كذلك. وادي شيك ب 650 جنيه. وهذا ال 500 جنيه. مين؟ رأفت الهجان؟ يا حرامي. ايه ده؟ انتوا مين؟ والله ما انا سايبك الا لما تدفع كل اللي نصبت بيه على الناس في لندن يا حرامي. ايه الحكايه دي؟ انا مش فاهم حاجه. مش انت برضه رأفت علي سليمان الهجان ولا غيرت اسمك في مصر؟ لا انتوا الظاهر عليكم نصابين. نصابين؟ طبعا نصابين. نصابين يا رأفت. اوعى عينك يا شاويش. شاويش يا عسكري.